فايلر لا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك زي ما بكلمك كده، انسى فايلر. فايلر ما ينفعش مدرب للاهلي. طيب كارلوس كيروش، طب طب ماركوس روزا، طيب هنجيب مش عارف رافا بينيتز، طب هنجيب الجن الازرق، طب هنشوف حد يأجر لنا مورينيو. طيب هل الناس دي كلها تنفع ولا ما تنفعش؟ كمل الفيديو لو عايز تعرف وجهة نظري، ويلا نبتدي. نركب حديد والاهلي حديد، نركب حديد والاهلي حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه. طيب كلمتين كده عن فكرة المدربين اللي بدأت أساميهم تطلع، إنهم يبتدوا يمسكوا الأهلي، سواء يمسكوا في آخر الموسم بقى، أو يبتدوا إن إحنا في خلال الأسبوع اللي إحنا فيه أو الأسبوع الجاي يكون عندنا مدرب وكده. طيب هل احنا الاول، انا في المقدمه قلت فايلر ما ينفعش. طب انا ابتديت بفايلر ليه؟ لان انا بشوف ان اسمه اتكرر كتير قوي يا جماعه. انا فاهم ان في جمله الانطباعات الاولى تدوم، ماشي انا معاك. فايلر قدم اول ما جه، قدم اداء تحفه، حلو هايل. كنا بناكل الاخضر واليابس، والفرقه بتهجم ولعب مباشر وضغط عكسي والكلام ده كله حلو. ولكن انت ليه فاكر لفايلر بس فتره قبل الكورونا؟ ليه مش فاكر لفايلر بعد الكورونا؟ انت فاكر بس دايما الماتش بتاع 3-2 احنا مع الزمالك، اللي هو حصل فيه رباط صليبي لمحمود متولي والياسر ابراهيم. تمام، انت فاكر ان احنا خربقنا كل الفرق اللي قصادنا تقريبا، كنا بنلعب احسن من اي فرقه تانية، كنا بنكسب بسكورات و كان مستوى ساعتها حتى رمضان صبحي عالي والحاجات دي كلها. طب ده قبل الكورونا. بعد الكورونا الراجل ما دربش الفرقه يا جماعه. يعني انت ناسي ليه بعد الكورونا؟ يعني ليه الناس فاكره اول كام شهر؟ طب ما احنا بعد الكورونا الراجل تقريبا ما دربش الفرقه. يا راجل انت فايلر اللي انت بتتكلم عليه ده لعب الزمالك 3 مرات، تمام، وفي مره كان الزمالك انسحب فيها، فعلى ارض الملعب 3 مرات الراجل اتغلب مرتين من الزمالك، مره بالبنالتيات لما كنا في الامارات، ومره تانية لما اتغلبنا 3-1 من الزمالك لو انت فاكر. طيب هو الناس ليه ناسيه فايلر؟ فايلر سابك في وقت اهم وقت في الموسم. انت كنت حاسم الدوري، ولكن انت كان عندك بطولة افريقيا. تخيل ان انت فايلر ده سابك، وكان اصلا اوريدي ما بيدربش الفرقة تقريبا، وكان مستوى الفرقة بعد الكورونا ما كانش زي قبل الكورونا النهائي. والراجل دايما سمعنا اخبار عايز امشي، عايز اروح، عايز ارجع لمراتي، عايز ارجع لعيالي، لا انا خايف من الكورونا، انا ماليش دعوة، انا زهقت. كلمتين اللي هو قاعد يعملهم لنا دول. هل انت تقبل مدرب زي ده يكمل مع فرقتك؟ طب انت هتجيب لي انهي فايلر فيهم؟ فايلر الحلو بتاع قبل الكورونا، ولا فايلر الكحيان بتاع بعد الكورونا؟ هتجيب لي فايلر اللي لعب اداء عالمي، ولا فايلر اللي خسر من الزمالك 3-1؟ ده مبدئيا. نخش على الاسم الثاني، كارلوس كيروش. طيب هل كارلوس كيروش ينفع للاهلي؟ انت لازم تسال نفسك سؤال واحد، انا عايز مدرب عشان، هل انا عايز مدرب عشان يدربني بس فتره كاس العالم، او بمعنى ادق يحاول يلحق اللي يلحقه بحيث ان انا اوصل في على مده، على ما العب في كاس العالم يكون اداء الفرقه بتاعي كويس واعمل واظهر بشكل كويس واستفيد من الصفقات والكلام ده كله؟ يبقى ساعتها انا اقول لك لو انت هتعمل كده يا عم هات كيروش، ما عنديش مشكله. لكن هل هتقدر تجيب كروش ويكمل بيك بقى مثلا الموسم كله، الموسم الجاي على الاقل؟ هل انت نوعيه الكوره اللي بيقدمها كروش هتناسبك انت؟ يعني بمعنى احنا كجمهور شايفين مثلا ان عندنا تريزيجيه، عندنا اشرف بن شرقي، عندنا وسام ابو علي، عندنا جراديشار، تمام، جاي لك محمد بن رمضان، جاي لك زيزو، كويس طبعا تريزيجيه. هل غالبا بيقولوا احتمال يجيبوا لعيب تاني برضو جناح او حاجه او مهاجم ايا يكن، سواء تحت السن او فوق السن؟ هل انت كجمهور هتتقبل فكره ان كولر يظبط لك دفاعيا وكده؟ طيب كولر هيقدر يا رب كيروش هيظبطك دفاعيا اكيد باذن واحد احد. وانك انت لو رحت كاس العالم انت هتلعب في كاس العالم على انك اقل فرقه في المجموعه اللي موجوده فيه، في المجموعه اللي انت موجود فيها، تمام. فبالتالي الفرق اللي قدامي دي احسن مني، فانا لازم دفاعيا ابقى قوي، ودفاعيا ما يبقاش اي حد رايح يعدي على الدفاع يقول سلام عليكم يجيب فينا جون ولا اتنين. ده كويس. لكن لما تيجي تلعب في الدوري هل هتقدر تلعب بنفس الطريقه؟ هل الجمهور هيتقبل حاجه زي كده؟ هل الراجل عنده اسلوب تاني هجومي يقدر يبينه لك؟ الراجل ما دربش انديه من فتره طويله، الراجل مدرب منتخبات من الدرجه الاولى، مدرب منتخب هايل، نجح مع مصر كمدرب منتخب، تمام، شخصيه قويه جدا واحنا هنحتاجه، حلو. بس هل الراجل اداؤه ينفع مع الاهلي ولا لا؟ هل الراجل بيعرف يقدر يدرب نادي ولا لا؟ ضغوط الماتشات المتتاليه، هل الطريقه بتاعته هتناسب الاهلي ولا لا؟ دي نقطه لازم تحطها في اعتبارك. نيجي للمدرب
المدرب الثالث اللي هو ماركو اللي هو ماركوس روزا، واذا كان هيجي ولا لا. وابتدينا نسمع هو وروجر شميت والكلام اللي احنا فاهمينه ده كله. انت لازم تسال سؤالك للناس دي، لازم تسالهم سؤال واحد: الناس دي عايزه تدرب اصلا في الشرق الاوسط ولا لا؟ الناس دي عندها استعداد تدرب الاهلي ولا لا؟ بمعنى انا ما ينفعش يجي لي مدرب شايف نفسه بالبلدي مدرب، يعني ايه مدرب قرن، شايف ان انا والله كويس ان انا جاي لكم. لا يا حماده، وما ينفعش. طب تدرب الاهلي، انت لازم تبقى عايز، يعني بتسعى لتدريب الاهلي، بتسعى ان فرقه زي الاهلي ان انت يبقى يتسجل في تاريخك انك دربت فرقه زي الاهلي وانك تكسب بطولات باذن الله مع الاهلي. هل الناس دي نفس النوع ده ولا لا؟ لان كان الناس دي اتقال اكتر من مره ان الناس دي مش ما عندهاش استعداد انها تدرب في الشرق الاوسط، ومش حابه جو الشرق الاوسط والحر والكلام ده كله. وبيتقال ان روجر شميت بيقول ان هو كان اتقال ان هو مش بيحب يدرب عشان مش عارف ايه في الشرق الاوسط ماله، او مصر مالها، او الحاجات اللي زي كده، في حين ان روجر شميت ده درب في الصين برضه تقريبا لو انا مش غلطان يعني. فهل الناس دي تناسبنا ولا لا؟ ده سؤال لازم نساله. احنا عايزين مدرب بالبلدي يكون جعان. جعان يعني ايه؟ مدرب عايز يكسب بطولات، مدرب يكون ما بيزهقش من مكسب البطولات، مدرب يكون عنده القدره ان هو يدرب الفرقه ان تلعب بمستوى كويس في مختلف البطولات اللي هي بتلعب فيها. احنا يوم كل موسم الاهلي بيلعب في 4 أو 5 بطولات. انت عايز واحد يعرف يدربك في الدوري ويدربك في بطوله افريقيا مع بعض، يكون فاهم ان ده مهم وده مهم، وان احنا نلعب بشكل كويس في الدوري ونلعب بشكل كويس في بطوله افريقيا. ما يجيش يخسع في واحده من الاثنين، ما يكونش مدرب ماتشات مثلا اللي هي الذهاب وعوده وما يعرفش يدربك في الدوري، او ما يقدرش ان هو يظبط دماغه او يظبط اسلوب لعبه ازاي يخلي فرقه زي الاهلي تلعب وتنافس على كل البطولات في وقت واحد. فدي حاجه احنا محتاجين نعرفها. ثانيا محتاجين ان هو يكون المدرب ده شخصيه قويه جدا جدا، لان احنا عندنا دلوقتي هيبقى عندك نجوم كتير في الفرقه كويس، وهيبقى برضه عندك لعيبه محتاجه تتظبط. ليه؟ يعني ما ينفعش مثلا يكون عندي لعيب بقمصه يعني فكره اللعيب اللي يقعد يتقمص ويقلب لي وشه، لا، احنا عايزين مدرب ما يكونش معاه الكلام ده كله. ما ينفعش يكون عندي مدرب مثلا يخاف ان لعيب اخرجه عشان ما يقلبليش وشه، او اللعيب يقعد على الدكه مزعلان ومزمزق والكلام الفارغ ده. فانت محتاج حد شخصيه قويه طبعا، ده اساسي. ثانيا رايي الشخصي ان بعض الاسامي اللي الناس بتطرحها سنها صغير شويه، زي مثلا تقريبا تيديسكو اللي هو كان بيدرب بلجيكا ده كويس. في حد من الصحفيين او الناس اللي شغاله في السكاوتنج كان طالع في الفضائيه المصريه وقال على المدرب ده وكده. ما هو ماشي، الناس دي كلها مدربين كويسين، بس السن الصغير معانا احنا في مصر مش هينفع انك تجيب مدرب 39 سنه ولا 40 سنه، يعني اكبر من الشناوي 3 4 سنين. انت متخيل؟ فانت بالبلدي كده عايزين مدرب يكون سنا اكبر شويه. انا فاهم ان دي حاجه مش منطقيه قوي في الكوره الحديثه بصفه عامه، بس في رايي في مصر انت محتاج النوع ده من المدربين. ثانيا انت مش محتاج برضو من الحاجات اللي انت محتاجها المدرب اللي ما يبقاش بتاع هزار وضحك وبالبلدي اللعيبه تستوطى حته. انت مش عايز النوع ده من المدربين، انت عايز مدرب عربجي بالبلدي، يعني انا اسف في اللفظ، بس انت عايز نسخه فكره مانويل جوزيه مثلا، اللي هو المدرب البلطجي في الملعب. انت فاهم؟ انت عايز النوعيه دي، هي دي النوعيه اللي هتنفع مع نوعيه اللعيبه اللي معاك برضو. ثانيا انت عايز مدرب مش بس يكون بيهاجم كويس، بمعنى في صوره هعرضها لك اللي هو بالتشكيل المقترح من ابراهيم فايق للاهلي السنه الجايه، وماشي ظهر فيه طبعا بن رمضان، وظهر فيه زيزو وتريزيجيه واشرف بن شرقي وامام والرجاله دي كلها. حلو تمام جميل، ولكن انت اغفلت بس نقطه مهمه، ان خط الدفاع بتاعك في الاهلي ضعيف جدا. انت اضعف خط في خطوط الدفاع بتاعك هو الدفاع وحراسه المرمى لو الشناوي اللي هيقف. فبالتالي تخيل ان انت عندك باك يمين محمد هاني، طب مش عندك اشرف داري ده يعني معقول شويه وماسك نفسه. الناحيه اللي جنب اشرف داري مين؟ ما انت عندك رامي ربيعه او ياسر ابراهيم، تمام، او العش يعني لو كمل. والثلاثه على الله زي ما انت فاهم اللي فيها خالص، ثلاثه يعني عاديين مقارنه بخط النص وخط الهجوم، لا الناس دي عاديه. انت عندك ناحيه الباك الشمال انت الى الان هتلعب دبيس ومعلول لحد دلوقتي. هل معلول هيكمل السنه الجايه ولا لا؟ طب لو هلعب بالدبيس مين اللي هيبقى مع الدبيس مثلا كبديل له؟ هل استنى بقى ان كريم فؤاد لما يرجع؟ طب مش ضامن ان كريم فؤاد يرجع بمستوى كويس بعد الصليبي، او هياخد شويه وقت. فبالتالي فكره ان انا اجيب مدرب هجومي بس ما بيعرفش يعمل حاجه غير ان هو يهاجم، مع احترامي الكامل يا جماعه، انت هتجيب مدرب يهاجم ازاي؟ يعني يهاجم بس؟ طب احنا عندنا فضايح في خط الدفاع الاربعه اللي ورا هتبقى مشكله كبيره. دي حاجه تانية. ثانيا اهم بقى لقطه انا عايز اتكلم فيها فكره البروجكت.
يعني ايه يقول لك المشروع مدرب مشروع؟ انا نفسي اعرف مين اللي اخترع الفكره دي غير الكابتن احمد حسام ميدو. يعني كابتن احمد حسام لما بيخش طبعا على الانديه، انت فاهم البروجكت ومش البروجكت، واحنا الفيجن والميشن، وكمان كام سنه وبنخطط، والبوكس تو بوكس والكلام اللزوم بروتين والجعر ده، الشويتين دول ماشي. يعني فكره البروجكت والمشروع والكلام ده ما ينفعش مع فرقه زي الاهلي. انا عايز مدرب يجي يكون عارف انه بينافس على كل البطولات. انا عايز كل البطولات. بروجكت ايه ومشروع ايه ومشروع؟ المشروع ده ان شاء الله تعمله مع فرقه مثلا لسه طالعه من الدوري من درجه تانية، فرقه ما جابتش بطولات من سنين، هبتدي اقول معاهم المشروع. لكن انا ان شاء الله اجيب مدرب يتقال لي والله استوى بعد 4 سنين، بقى المشروع بتاعنا 4 سنين فهنهوبا بقى بعد اربع، لا ده ان شاء الله ده ما ينفعش، ده جنان. مين اللي بيقول كده يا جماعه؟ مشروع يا ابو مشروع. من امتى الاهلي كان عنده مشروع اصلا؟ معلش يعني عشان ابقى فاهم برضه، مدرب مين الاهلي اللي امتى كان في تاريخ الاهلي عندنا مدرب المشروع ده اصلا؟ احنا طول عمر معظم المدربين اللي عندنا بيقعدوا من سنتين لثلاث سنين، كان استثناء جوزيه. تمام، ما دون ذلك انت معظم المدربين اللي انا اوعى عليهم قعدوا سنتين ثلاثه. سواء هولمان زمان في اواخر التسعينات، وتسوبل، ومانويل جوزيه هو اللي طول معانا شويه. تمام. جالك حسام البدري برضك ما كانتش كاكتر من سنتين او ثلاثه حاجه زي كده. تمام. جالك بعدها مثلا مارتن يول كان سنه، لازارتي سنه، فايلر برضو سنه، اللي كمل معاك شويه موسيماني من سنتين او ثلاثه، وادي كولر سنتين او ثلاثه. ما من امتى الاهلي كان عنده فكره المدرب المشروع يا جماعه؟ انا ما وعاش على فكره مدرب او مشروع الاهلي وان يلعب بالكلام ده. كلام طلع في 2000 بعد ما حسام حسن وابراهيم حسن سابوا الاهلي وقال لك والله هنعتمد على منتخب شوقي غريب اللي هو بتاع 2001 ده، اللي كان بيلعب في الارجنتين وكسب البرونزيه. فاحنا كان ساعتها قال لك عندنا بقى الرياض ورضا شحاته ومش عارف عجبنا ابو المجد مصطفى باك يمين، وابو مسلم باك شمال، وحسين امين في الدفاع، والناس دي كلها. في الاخر ما خدناش بطوله، ما قعدنا 4 سنين ما بناخدش دوري لحد ما الاداره فطنت ان الكلام ده ما ينفعش مع الاهلي. يا جماعه لا بروجكت ولا مش بروجكت، الله يستركم. عايزين مدرب جامد، مدرب شخصيه قويه، مدرب يكون كسب بطولات قبل كده، مدرب يكون بالبلدي. انا مش عايز عيل صغير، ومش عايز واحد طيب، ومش انا عايز واحد عربجي. تمام. ويكون قادر يفهم ان الاهلي زي ما هو محتاج هجوم، ان احنا فرقه بتحب تلعب كوره حلوه، فرقه بتحب تجيب اجوان وبتهاجم، فاحنا برضه عندنا مشكله كبيره دفاعيه. فلازم الراجل برضه يكون بيعرف يخلي الفرقه دي تتظبط دفاعيا، ما يبقاش في اختراق دفاع الاهلي سهل زي ما بيحصل دلوقتي. وفي الاخر بلاش فايلر عشان خاطر. السلام عليكم.